لا داعي لك أتكلم، اسمع واحكم بنفسك. كتقلب على شي حاجة جديدة وفعالة، راه لقيتي الحل. منتوجنا غادي يغير لك الطريقة اللي كتعيش بها حياتك بكل بساطة وبأفضل جودة. كتقلب على حاجة جديدة وفعالة، راه لقيتي الحل. منتوجنا غادي يغير ليك الطريقة اللي كتعيش بها يومك بكل بساطة وبأفضل جودة. كتقلب على حاجة جديدة وفعالة، راه لقيتي الحل. منتوجنا غادي يغير ليك الطريقة اللي كتعيش بها يومك بكل بساطة وبأفضل جودة. كتقلب على حاجة جديدة وفعالة، راه لقيتي الحل. منتوجنا غادي يغير ليك الطريقة اللي كتعيش بها يومك بكل بساطة وبأفضل جودة. أظن بأنه بعد هذا لا يمكن أن نتحدث عن Eleventh Lab بالرغم من الجودة الهائلة التي يقدمها Eleventh Lab، إلا أنه عندما نتحدث عن اللغة العربية وخاصة عن الدارجات في مجموعة من البلدان العربية، فمن الصعب جدا أن نتكلم عن صوت في Eleventh Lab يعطيك ذلك الإحساس بأنه صوت واقعي. الآن مع OpenAI يمكننا القول بأن الAI ستحل محل الفويس اوفر ميكرز. هذا الإصدار الأخير من OpenAI المسمى BTTS حقا غير اللعبة، فبالإضافة إلى الجودة الهائلة التي يعطيها في الفويسز التي يقدمها، زيادة على ذلك فإنه لحد اللحظة التي أتحدث فيها مجاني، ويمكنك من الآن تجريبه دون حتى الحاجة إلى التسجيل في المنصة. المتميز في هذا النموذج هو أنه ليس فقط لتحويل النص إلى صوت، بل إن لديه القدرة الكبيرة على محاكاة المشاعر البشرية في نبرة الصوت. الشيء المتميز كذلك هو أن لديك إمكانية تغيير الأصوات وتغيير النبرات حسب ما تريده. كفى الآن من إثارة الكلام ولنذهب إلى المنصة. عندما نذهب هنا إلى openai.fm سنلاحظ بأن هنا هذه المنصة متاحة دون تسجيل الدخول، وكل واحد من هذه الأصوات هي صوت مختلف لشخص مختلف. الأشياء المتميزة هنا هو أن لديك مجموعة من الفايبس أو طريقة الكلام. هنا يعني لدينا أوكشنر، كاوبوي، دراماتيك، سنسير، تشيل سيرفر. وهنا نلاحظ درجة الدقة في التفاصيل التي نعطيها للصوت بالنسبة للتون، فريندلي، كونفيدنت، بيسين يعني سرعة الكلام، البرونسيشن أو طريقة النطق، الإيموشنز أو المشاعر. كل هذه الأشياء بتغييرها تتغير الطريقة التي ينطق بها الصوت. فلنأخذ مثلا هذا الصوت، فلاحظوا معي. اكتشفي سر الشعر الصحي مع زيتنا، غني بالزيوت الطبيعية، بيغذي، بيقوي وبيخلي شعرك لامع وجميل، وداعا للجفاف والتقصف، ومرحبا بشعر ناعم ولامع. ممتاز. طريقة النطق من الأشياء المتميزة جدا هو أنه نظرا لأنها مبنية على اللارج لانجويج موديل من ChatGPT، فإن لديه القدرة على أن يعرف ما هي اللهجة التي نريد منه أن ينطقها. مثلا هنا بدون أن أقول له بأن هذه اللهجة هي لهجة مصرية، لأنه مع قراءته للنص الطريقة التي ينطق بها النص فهي طريقة اللهجة المصرية. أما الآن سأريكم لقطة متميزة. عندما نأخذ الفايب ونذهب مثلا إلى تشات OpenAI دون الحاجة إلى التسجيل، يعني هنا أخذنا الاتريبيوتس من يعني openai.fm وطلبنا منه أن يعيد كتابتها بشكل يعني يضمن بأنها تعطينا انستغرام فيديو آد، وسنرى ما سيعطينا إياه. ممتاز. سنأخذ هذه، سنلاحظ مثلا هنا بهذه الاتريبيوتس هذا هو الصوت. اكتشفي سر الشعر الصحي مع زيتنا، غني بالزيوت الطبيعية، بيغذي، بيقوي وبيخلي شعرك لامع وجميل، وداعا للجفاف والتقصف، ومرحبا بشعر ناعم ولامع. هنا سنغير الاتريبيوتس وسنضع الاتريبيوتس الجديدة وسنلاحظ. اكتشفي سر الشعر الصحي مع زيتنا، غنية بالزيوت الطبيعية، بيغذي، بيقوي وبيخلي شعرك لامع وجميل، وداعا للجفاف والتقصف، ومرحبا بشعر ناعم ولامع. يعني صراحة شيء يرعب. يعني صراحة عندما نرى هذا فنلاحظ بأن الأشياء التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي أو درجة التطور فهي درجة مرعبة. فلاحظ معي هنا لم نضيع وقتا طويلا في كتابة البرومبت، وبالرغم من هذا فالجودة تحسنت. فتخيل معي الآن القدرة الكبيرة التي سيعطيها هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لكل من لديه علامة تجارية يريد أن يضع صوتا مماثل تلك العلامة. فبأخذ الفيجن ميشن اند فاليو للبراند ومطابقتها للصوت وطريقة أدائه، فهذا سيعطيك صوتا ملائما للنبرة التي تريد استخدامها في علامتك التجارية. وإذا كنت مهتما بمعرفة كيف يمكنك القيام بهذا، يعني أخذ براند وإصدار صوت ملائم لتلك البراند، ما عليك إلا كتابة هذه في التعليق، وسأحاول طرح فيديو يتكلم عن هذه الطريقة بالتفاصيل. رابط OpenAI FM ستجدونه في الوصف.
أتمنى من أن تكون المعلومات التي طرحتها في هذا الفيديو مفيدة لك. إن كان الوضع كذلك فلا تنسانا من اللايك، الكومنت، الشير and سبسكرايب. وإن كنت تريد أن تعرف معلومات أخرى على أين وصلت الإيمج إديتين مع جوجل AI ستوديو يمكنك رؤية هذا الفيديو. وإلى أن نلتقي مرة أخرى سأقول لك إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.